ندخلها التلاجة ساعتين كده لحد لما الكريمة تتماسك، وبعد كده قطعوها وقدموها بألف هنا. بجد يا جماعة مش قادرة اوصف لكم الجمال. ميكس بقى كده الجلاش المقرمش مع طعم الفاكهة مع الكريمة، فعلا فعلا طعمها رهيب، مش هتشبعوا منها اكل. في الاول كده هنحتاج للفة جلاش، لو حتى مقطعة مفيش مشكلة خالص. هنغطيها بس كده عشان ما تنشفش معانا. وهنكون مجهزين معانا صينية من بتاعة التشيز كيك تكون بتتفتح، وهنكون مجهزين عندنا كمان نص كوباية سمنة او نص كوباية سمنة على زبدة. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب ورقة من لفة الجلاش وهنقسمها اتنين، هنتنيها نصين كده. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين هنجيب كل ورقتين ونحطهم قصاد بعض، نص الورقة في قلب الصينية من جوه والنص التاني على طرف الصينية بالشكل ده. وبين كل ورقتين هنحط سمنة على زبدة. هنكرر نفس الموضوع كده لحد لما نخلص كل لفة الجلاش بتاعتنا بنفس الطريقة كده. في الاخر خالص بعد لما نخلص هنجيب المقص وهنشيل كل الزيادات اللي على الاطراف دي. هناخد بقى الصينية بتاعتنا دي وندخلها فرن سخن من قبل كده على حرارة 180 في الرف اللي في النص، لحد بقى لما الجلاش يتحمر وياخد لون حلو معانا كده. وطبعا هنتابع التسوية بتاعته. باقي الجلاش اللي احنا قطعناه بالمقص كده رجعت قطعته قطع صغيره وحطيت عليه معلقتين سمنه، وبرده هدخله الفرن لحد لما يتحمر. بس طبعا كل شويه كده هخرجه من الفرن وهديله تقليبه. هنحتاج بقى لشويه فاكهه، واحنا مش مرتبطين بنوع فاكهه معين خالص، الموجود عندك لو حتى نوعين بس استخدميهم. انا كان عندي فراوله وكنتالوب وموز وجوافه وتفاح، وكان عندي كمان مانجا مفرزه خرجت واحده. وطبعا لو عندك نوعين فاكهه بس او 3 اشتغلي بيهم، مش لازم كل كميه الفاكهه دي. انا كان متوفر عندي كل الفاكهه دي مره واحده. فلو عندك بقى جوافه مع فراوله مع موز، تفاح مع كنتالوب مع فراوله، اي حاجه موجوده عندك اشتغلي بيها. هنقطع بقى الفاكهه بتاعتنا كلها لقطع صغيره كده كانكم بتعملوا سلطه فاكهه. طبعا خليت المانجا اخر حاجه خالص لان المانجا عندي مفرزه، ولو قطعتها من البدايه هتفك معايا ومش هينفع اقطعها مكعبات. فلو هتستخدموا مانجا مفرزه خلوها لاخر حاجه خالص وقطعوها وهي مجمده. هنجيب بقى اي ووك نحط فيه 3 كوبايات من الحليب، انا مستخدمه حليب فلاحي كامل الدسم. ضفت عليه معلقتين كبار من الدقيق وزيهم كمان معلقتين كبار من النشا ونص كوبايه سكر، وممكن تقللوا السكر شويه عن كده او تزودوا براحتكم. حطيت كمان معاهم معلقه صغيره من الفانيليا السايله. وطبعا هنقلبهم مع بعض كويس الاول على البارد، وبعدين نرفعهم على النار مع التقليب المستمر. اول لما تلاقوا ان القوام بدا يربط معاكم بالشكل ده هنزود مكعبين شوكولاته بيضاء ومعلقه زبده اختياري. هنا كده الجلاش كان خرج عندي من الفرن ما شاء الله اتحمر واخد لون حلو جدا. هنحتاج بقى كمان لنص كوبايه من الشربات، اي شربات حلويات موجود عندك في التلاجة يكون خفيف او وسط استخدميه. الجلاش سخن جدا والشربات بارد، هنشرب الجلاش بكل الشربات. هنجيب بقى الفاكهه بتاعتنا نحط عليها معلقتين كبار من العسل الابيض، والخطوه دي اختياريه ممكن تستغنوا عن العسل خالص. هنا كده انا لقيت ان كميه الفاكهه اللي انا قطعتها هتكون كتير على كميه الكريمه اللي انا عاملاها، فشلت منها شويه وجبت بقى الكريمه بتاعتي وهي لسه سخنه حطيتها على الفاكهه. وهنديلهم تقليبتين 2 بس، ما نزودش تقليب علشان المانجا بتاعتنا شكلها ما يبص. هناخد بقى الفاكهه مع الكريمه كده ونحطها في قلب الصينيه ونظبط الشكل بتاعها. وده باقي الجلاش اللي احنا دخلناه الفرن، كل شويه كده كنت بخرجه من الفرن وبديله تقليبه لحد لما اتحمر معايا واخد اللون الحلو ده. هنوزعه بقى كده على وش الصينيه، وكده خلاص الصينيه بتاعتنا بقت جاهزه. طبعا هندخلها التلاجة ساعتين كده لحد لما الكريمه تتماسك، وبعد كده قطعوها وقدموها بألف هنا. بجد يا جماعه مش قادره اوصف لكم الجمال. ميكس بقى كده الجلاش المقرمش مع طعم الفاكهه مع الكريمه، فعلا فعلا طعمها رهيب، مش هتشبعوا منها اكل. ان شاء الله تجربوها وانا متاكده انها تعجبكم جدا. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.